طول ما انت بتلعب قمار بنتي عمرها ما هترجع بيتك ده تاني. قمار ايه بس يا عم الحاج؟ قمار ايه يا حماية؟ انت بتتكلم ازاي؟ دي لعبة زيها زي اي لعبة، يعني تجارة فيها مكسب وخسارة، وانا ياما كسبت منها واسألها. يعني انت يا ابني ما تعرفش ان اي لعبة او اي حاجة مبنية على رهان فهي قمار؟ يا فرحتك بانك كسبت ايه يا ابني يا حبيبي؟ شوف نفسك دافع قد ايه قدام اللي كسبته. مفيش حالة اسمها انت كسبت ايه؟ انت بالعكس طول الوقت بتخسر. وازاي اصلا تقبل على نفسك تأكل مراتك وعيالك من فلوس قمار؟ ازاي تقبلها يا ابني؟ ازاي؟ انت كده بتأكلهم من حرام، يعني عيشتك كلها حرام في حرام. كل ده علشان ايه يا ابن الناس؟ ما تشتغل زي الناس واتعب، ربنا هيرزقك وهيكرمك. هتقعد تقضيها على الألعاب وهتقعد تقضيها على المواقع اللي تحط فيها رهانات علشان تكسب وتاخد الضعف والكلام اللي ما ملوش فايدة ده. طب بالعقل كده، في حد في الدنيا ممكن يعمل لك لعبة علشان خاطر يقعد يكسبك ويخليك غني؟ ما كانش حد غلب يا ابن الناس. الألعاب دي مبنية على حاجة واحدة، الخسارة. الخسارة وبس. يكسبك دور ويخسرك قدامه 10. بدليل ان هو اللي بيقدر يتحكم في اللعبة، هو اللي بيقدر يخلي الطيارة تطلع او في وقت معين تضرب. هو يعني اللي عمل اللعبة ما يقدرش يتحكم في التفاصيل بتاعتها؟ طب ازاي؟ هو بيعرف انت بتحط كام، بيقول معلش نكسبه دور علشان نشجعه، بعد كده يخسرك 10 20 دور بعده. فتحس نفسك لا انا كده في مكسب وخسارة، ما انا كسبت قبل كده. لو جيت تحسبها يا ابن الناس، هتلاقي نفسك لو كسبت 1000 جنيه هتلاقي نفسك خسران قدامها 10 آلاف جنيه. انت بعت اللي وراك واللي قدامك، حتى سرة البيت بعتها علشان تحطها في اللعبة، وعلى امل ان انت تعمل مستقبل، وعلى امل ان انت تزود فلوس وتبقى غني. طب ازاي بس؟ مستحيل، الكلام ده مستحيل يحصل. مفيش حد طبيعي ممكن يكسبك كده وخلاص يديك فلوس وخلاص. هي نفس فكرة ترابيزات القمار بس بشوية تغييرات، بلعبة بتعمل لها كذا بتكسب كذا. يا ابن الناس، يا ابن الناس، كل الفلوس ده حرام في حرام. بتجيب فلوسك الحلال تحطها في الحرام توسخها، وبعد ما بتخسرها وتكسب منها جزء شيطانك يقنعك ان هو ده المكسب، وان انت كده معاك فلوس وان انت كده زي الفل ومفيش اي حاجة. لا يا ابني، عيد حساباتك صدقني، انت كده خسران في كله. اسمع يا ابني، من بني على باطل فهو باطل. الالعاب دي بتجيب الفقر وهتخليك شحات.